لما اجي انقل لنظام غذائي جديد، سواء عايزه اخس عايزه اظبط انظمتي الغذائيه، لازم اعرف عاداتي الغذائيه. لازم كمان اغير فكري من ان انا ايه الاكل وكميته لكلمه انا باكل ليه وباكل ازاي. ايه لازم اعرف ايه العادات والعوامل اللي بتحفز تصرف معين عندي في الاكل، اللي هو غالبا بيبقى الاكل الكتير. ليه بوصل لمرحله الاوفر ايتنج ان انا باكل كتير. كمان لازم اطور مهارة ان انا اراقب نفسي في الاكل، مش مستنية الدكتور هو اللي يجي ويقول لي تاكلي ايه وما تاكليش ايه. لا، انا بظبط نفسي بنفسي وعارفة ايه اللي مسموح لي وايه اللي مش مسموح لي. في البداية كده لازم اعرف 3 حاجات عن نفسي واكتبهم في ورقة. اول حاجة، لما جيت عملت دايت قبل كده، عملت وقت ومجهود قد ايه قبل كده؟ ايه اللي خلاني اعمل دايت؟ يعني كان في مناسبة مثلا فانا عايزة اخسها عشان فستان معين، خسيت قبل كده في وقت قد ايه؟ وكمان الكمية كانت قد ايه؟ يعني نزلت كام كيلو؟ ايه اللي جربته نفعني قبل كده لما جيت اغير نظامي الغذائي، وايه لا اللي منفعنيش وبوظ الدنيا؟ كمان لازم اعرف تاني حاجة لازم اعرفها، نمط الاكل بتاعي. في حاجات اصلا ممكن اكون باكل قليل بس انا بعملها فبتخليني اتخن، زي ان انا اطنش وجبات الاكل نتيجة المشاعر، زعلان باكل، فرحان باكل، متوتر باكل. الجريزنج ان انا باكل اي حاجه معديه في السكه، بالعربي كده الرمرمه يعني. الاكل الفوضوي والوجبات غير منتظمه، بفطر في وقت غريب وبتعشى في وقت اغرب والغدا في اي ميعاد. سلوكيات الاكل كمان مهمه جدا، ان انا باكل وانا مش مركز، باكل وانا بتفرج على التلفزيون. عدد مرات الاكل بتاعي، مش شرط ان انا اكون جعان عشان باكل وخلاص. لازم اعرف انا باخد وقت قد ايه عشان اشبع. سرعة الأكل بتاعتي، حالتي الجسدية ببقى عاملة ازاي بعد الأكل، يعني بتعب ولا لأ، مشاعري قبل وبعد وخلال الأكل لازم كمان أعرفها. ولازم أكتب 3 حاجة، إن أنا لازم أكتب كل حاجة باكلها في اليوم بكل أمانة. تابعونا عشان نكمل ازاي بقى نظبط كل ده.